السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا، روتين من الصبح لحد بالليل. كمان هتكلم معاكم كلام من جوه القلب. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. زي ما انتم شايفين انا بدأت يومي النهاردة، عندي مشوار صباحي مهم جدا جدا، فقلت اصور وانا ماشية عشان عندي كلام مهم قوي عايزة اقوله لكم. وكمان عندي كومنت حلو قوي محتاجة ان انا ارد عليه. اولا انا عارفة ان انا مقصرة قوي في الفيديوهات الفترة دي، مش بنزل فيديوهات باستمرار كل يوم كل يوم. طبعا انا كأم وزوجة زي اي ام وزوجة عندها اولاد. ولادي رقم واحد في حياتي، ولادي وبيتي اهم حاجة في حياتي، عشان كده يمكن مش بقدر ساعات انزل فيديوهات على طول عشان دي الوقت. عايزاكم تدعولي بس دعوة من قلبكم بتيسير الوقت. وان شاء الله باذن الله اكون معاكم على طول بامر الله. الكومنت اللي جاني ده وبجد هز قلبي جدا جدا، الكومنت ده من قبل رمضان. انا طبعا رديت عليه اول ما جه في الكومنتات، ولكن انا حابه ان انا ارد عليه في الفيديو النهارده، لان هي كانت طالبه مني ان انا اتكلم في كذا موضوع وانا وعدتها ان انا هتكلم فيهم. ولكن دي الوقت وفي ظروف صعبه جدا جدا حصلت لي في رمضان، ان شاء الله هكلمكم عليها لان بجد ظروف كانت صعبه جدا. ازاي عديتها، ازاي وقفت على رجلي وقدرت ان انا اعدي الظروف دي. في دروس كتير قوي قوي حلوه حابه ان انا اوصلها لكم من اللي حصل لي ده. عشان كده ما كنتش قادره ان أنا اعمل لكم فيديوهات كتير. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه هحكي لكم على حاجات مهمه قوي 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 مهمه، وازاي لما يكون عندنا ازمه نفسيه نقدر نعديها. فانتظروني ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات حلوه، بس ادعوا لي بتوفيق الوقت، وعلى ان بجد الوقت الضيق ده آه بزعل انا جدا ان ببقى مرتبه نفسي ان انا هتكلم في فيديوهات وهعمل حاجات وما بيحصلش نصيب بسبب ضيق الوقت. تعالوا بقى اقول لكم الكومنت من صديقتي وحبيبه قلبي ميرنا. تسلم ايدك يا رب، وانا بحب حضرتك جدا، وانا الحمد لله اقتنعت بكلامك، والف شكر بدعواتك الجميله. وربنا يفرحك باولادك يا رب. وانا بحب محتوى حضرتك جدا، وعلى استعداد اني اقول لحضرتك تكلمينا في ايه. آه ثانية واحدة. لأن حضرتك ما شاء الله مثقفة متدينة وست بيت ما شاء الله، فأنا بقترح على حضرتك تكلمينا عن إن إزاي البني آدم يسعد نفسه بنفسه، وما يستناش حد يسعده. وإزاي كمان لو الإنسان بيهتم بالناس والناس مش بتهتم بيه ما ياخدش الموضوع بتعب نفسي وإنه مش محبوب. فأنا نفسي وبقترح إن حضرتك تحطي لينا خطوات أولا عن إسعاد نفسنا بنفسنا، ولو في حد بيزيد السعادة كويس. مفيش فيكون الأمر عادي. ثانيا الاهتمام بالغير والغير مش مهتم، وقد يكون بنهتم بناس غير مهتمين بينا أصلا. فدول الموضوعين اللي أنا بقترحهم على حضرتك. وفي موضوع تاني الثقة بالنفس وقوة الشخصية، وألف شكر لحضرتك. طبعا انا اللي بشكرك جدا 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 حبيبه قلبي. بجد اسعدتيني قوي بالكومنت ده، انا واخداه سكرين على التليفون التاني علشان ارد عليكي، بس زي ما قلت لك دي الوقت هو اللي بيخليني مش عارفه ارد. انا طبعا رديت على الكومنت في نفس الوقت وفي نفس اللحظه، بس انا كنت حابه وانا وعدتك ان انا هتكلم في كل المواضيع اللي انتي قلتي لي عليها، وده ما حصلش. بس طبعا انا مش بخلف وعدي ابدا، هي بس والله مساله ضيق وقت، لكن انا هكلمك عن كل حاجه بالتفصيل. هرد عليكي دلوقتي والروتين شغال. هرد عليكي دلوقتي سريعا يعني، بس ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده كتير قوي لان بجد انتي ضفتي مواضيع مهمه جدا جدا. اول حاجه اسعاد النفس بالنفس. ما تنتظريش من حد انه يساعدك، اسعدي نفسك بنفسك، ابسطي نفسك بنفسك. وزني زايد شويه اخسس نفسي، اصبغ شعري. طول ما احنا بنعمل حاجات بما يرضي الله وحاجات ما تزعلش ربنا مننا، ايه المشكله ان احنا نعملها؟
اصبغي شعرك، غيري لون شعرك، اعملي مانيكير وباديكير، انزلي الكوافير، روحي ابسطي نفسك وساعدي نفسك بحاجات بسيطه. ما تستنيش ان حد يساعدك. وزي ما قلت لك، طول ما انت بتعملي حاجه ترضي الله عز وجل، طول ما الحاجه دي في بيتك وحاجه باحترام، مفيش مشكله خالص خالص انك تساعدي نفسك بحاجات جميله زي دي. البنوته دايما بتحب تشوف نفسها جميله، بتحب تشوف نفسها مبسوطه. حبي نفسك وابسطي نفسك وغيري جو. انزلي خروجي. ما تستنيش ان حد يساعدك، وما تستنيش ان حد يكون سبب في سعادتك. وزي ما قلت لك قبل كده، روحي جيم. حاولي ما تستنيش ان حد يساعدك، ابسطي نفسك بنفسك. ايه تاني؟ بنهتم بالغير، ده بقى موضوع ده مهم قوي بقى. فكرة انك تهتمي بالغير والغير مش بيهتم بيكي، لا ستوب. احنا دايما لازم، في ناس من كتر ما هي جميلة قوي قوي من جوه، بتهتم بكل الناس، بتطبطب على كل الناس، بتسأل على كل الناس. وما بتلاقيش الاهتمام ده من حد. ليه بقى؟ لان احنا بنزيد في اهتمامنا قوي بالناس، وده غلط جدا. انا عايزاكي من دلوقتي حالا ما تهتميش بالنفس الا بنفس ما هم يهتموا بيكي. يعني اللي يديكي قيراط واحد اهتمام، اديله قيراط واحد اهتمام. اوعي تديله قيراط وربع اهتمام. لان كتر الاهتمام بيطمع الناس فينا. كتر الاهتمام بيخلي الناس يفتكروا ان ده عادي. لا، ده مش عادي. فالناس اللي بتهتمي بيها وهي مش بتهتم بيكي، تجاهليها تماما. ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اعتزل ما يؤذيك. ما تحاوليش ان انت تهتمي بناس مش بتهتمي بيكي. انا بحاول ان انا ارد عليكي يعني سريعا، لكن بجد المواضيع اللي انت كاتباها مهمه جدا جدا، وعايزه فيديوهات ان احنا نتكلم فيها. وان شاء الله باذن الله هحطها من المواضيع المهمه اللي احنا نتكلم فيها. قوه الشخصيه والثقه بالنفس. انت لما تهتمي بنفسك، ده رقم واحد. ويكون عندك ثقة في نفسك. اولا تحبي نفسك زي ما انتي. يعني سمرة حبي نفسك، بيضة حبي نفسك، طويلة حبي نفسك، قصيرة حبي نفسك. حبي نفسك زي ما انتي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقك. ابسطي نفسك بنفسك. ده هيخلي عندك قوة شخصية آه، كبيرة جدا، وهتتبسطي منها قوي قوي. آه، ما تسمحيش لحد انه يضايقك. حاولي دايما تردي بكل ادب وبكل احترام. اي حد قايل لك كلمه او اتنمر عليكي، او قالك على اتنمر على شغلك، اتنمر على حياتك، اتنمر على شكلك، حاولي تردي بكل ادب وبكل احترام. انا حاولت ان انا ارد على الكومنت بتاعك سريعا كده، بس ان شاء الله باذن الله بجد المواضيع اللي انت بتتكلمي فيها مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله احاول ان انا اعمل فيديوهات فيها. لان الفيديو هنا قرب يخلص، فانا مش حابه ان انا توه او انسى حاجه. انا حابه ان انا امسك الكومنت بتاعك وافصصه واحده واحده، واتكلم عن كل المواضيع اللي انت اتكلمتي فيها. وقلتاني مره انا بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو، جزاك الله خير الجزاء. ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا رب. بعد ما رجعت من المشوار بتاعي كنت متبله فراخ مشويه. انا دايما بشيل حاجتي متبله في الفريزر عشان الوقت وعشان المجهود. ومطلعاها متبله جاهزه. متبله بايه؟ بصل، طماطم، ملح وفلفل اسمر وتوم. ضربناهم في الكبه، عليهم كوبايه ميه، صفيناهم كويس، خدنا الميه بتاعتنا وتبلنا بيها فراخنا. وانا شايلاها متبله جاهزه. بعد كده طلعناها على الفحم طبعا، وانتوا شفتوا في الفيديو. هنا بقى هنعمل ايه قبل الفيديو بتاعنا ما يخلص؟ هنعمل كيكه. كيكه الشوكولاته. كيكه سهله جدا وبسيطه. 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه لبن، 5 بيضات، ذره ملح وفانيليا. جبنا الخلاط بتاعنا وحطينا كل السوائل وحطينا معاهم السكر وضربناهم كويس جدا. هنا هنحط الدقيق وهننزل عليه الكاكاو، 3 معالق من الكاكاو وكيس بيكنج باودر. هنقلبهم كويس. وبرده انا الكيكه دي عملتها معاكم قبل كده، كيكه ناجحه جدا جدا. وبعد كده، بعد ما نزلنا الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر، هنقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هننزل السوائل ونقلبهم وندخلهم الفرن. احلى كيك شوكليت هيعجبكم جدا جدا، وسهل جدا وبسيط، وبيتعمل في الخلاط. يعني مش محتاجين مضرب بايد ولا عجان ولا اي حاجه. آه هنحط طبعا السوائل زي ما انا قلت لكم، وهنقلبهم كويس وندخلهم الفرن. بصوا تحفة. عايزين تغمقوا الكيك اكتر من كده هنزود الكاكاو. عايزين تفتحوها قبل كده هنفتحوها يعني افتح شوية، هنقلل الكاكاو. بصوا هي لونها تحفة يعني جميل جدا. حوالي انا حطيت 3 معالق من الكاكاو. الصينية بتاعتنا مدهونة الزبدة، لازم تكون مدهونة زبدة كويس جدا.
وهندخلها الفرن. هتشوفوا الكيكه في الفرن عشان الفيديو هيخلص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، تكونوا انبسطتوا منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني جدا الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.